السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بحب أحاوركم بهذه المعلومات. لا تمازح مع ناس وتكثر الكلام معهم. عندما تتحدث مع الفتيات حاول انك حاول انك انك تنظر في عين الناس. لما تتحدث مع الفتيات مع الناس، اي شخص تتحدث معه حاول تنظر اليه. ممكن هذا العين تغمز لواحد غيره عشان يمكن استهزأ بك، ولو استهزأ بك وغمز عين اكتمها في نفسك، اكتم غيظك في نفسك واصبر لعلها خير ان شاء الله. هو يحصل يغمز يطقطق عليك تمشى تزين، يعني تزين حسن صحبة ويكون معك صاحب احسن من تخسره. ولا لا تقاطع الناس في حديثهم. امتلك الحوار لنفسك وتحدث عن نفسك. تحدث عن نفسك ايش؟ بقول اللهم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حفظنا العين بس. حاول انك لا تقاطع الناس في حديثهم، وحاول انك لا تقاطع الناس في حديثهم. حاول انك لا تسمت من الناس اللي بتتهم الله بالضعف او بتهم عيوب خلقيه. حاول انك تنشغل بنفسك. شفت ناس فيها اخطاء لا تتكلم عن ناسها، وحاول انك ما تنتقد رؤساء دول العالم او اخطاء الناس. انشغل بنفسك وبيتك انت. شوف اصلح بيتك بعدين تفكر اصلاح الناس. لا تفكر اصلاح انت اول شيء اصلح عندك في بيتك، بعدين فكر اصلاح الناس. ولا تدخل في حاجه ما تعنيك. بعض الناس تدخل تلقى يتكلم بحاجه ما انت مواطن، ماذا دخلك في بعض الامور؟ والله اني عجب الناس انت يا اخي انت ايش دخلك؟ وش هو انت مواطن، لك منك السمع والطاعه بس لله ولا تمرك. مالك دخل بعض الامور ما هي من شانك، وليست مطلوب منك، ولا يسالك عنها الله ما يسالك عنها، الله يسالهم ما يسالك انت مش دخلك؟ ايش عندك يعني؟ ايش يحرق رزقك ذاته؟ حاول انك تكون كلامك وحوارك ونقاشك ان في حد معقول معين لك في حياتك. ما تتكلم عن شيء ليس مطلوب منك، ولا يسالك الله عنه. تكلم عن عندك وعن خصك عن بيتك انت بس. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيد شاكر الشهري.